بونجور، حياكم الله. على الصورة السفير الجزائري بفرنسا، المسمى سعيد موسى. هذا ممثل الجزائر بباريس، بالسفارة الجزائرية بفرنسا. لدى توتر الأوضاع بين الدولتين فرنسا والجزائر طلب منه العودة، لكن بدل جمع حقائبه والعودة إلى بلاده ألقى بمفاتيح السفارة ورمى جواز سفره الدبلوماسي، ورمى الجمال بما حمل، وهرب إلى بيته. وفي الصباح ذهب لطلب اللجوء السياسي من فرنسا. طبعا فرنسا رفضت طلبه باعتبار أنه لا يعقل منح اللجوء السياسي لرجل هو جزء من النظام، بل هو ممثل النظام داخل فرنسا. قراءة في هذا الحدث يمكن أن نستنتج من خلالها أن هروب السفراء دائما ما يصاحب انهيار الدول. كلنا نتذكر هروب سفراء القذافي، حسني مبارك، سفراء بن علي، سفراء يعني لما تبدأ الدول بالانهيار يرفض سفراءها العودة إلى بلادهم، أو على الأقل ممكن أن يكون دلالة على أن الجزائر تحولت إلى سجن، وبالتالي حتى أثرياءها، وأكيد أن السفير ثري، حتى النخبة أصبحت ترفض العودة والعيش في الجزائر، فما بالك بطبقة الهشة. ممكن جدا أنه لو أنه عاد أكيد أنه كان سيعيش الضنك، كان سيعيش الطوابر، وكان سيعيش الويل. إذن هذه قراءة لطلب سفير الدولة للجوء. تبون قام بتعيين ثلث الناجي، ثلث مجلس الأمة، وتعيين رجل آخر مكان هذا الرجل أوجيل، الذي مارس السياسة مع عبد الناصر، ومع تيتو، ومع خروتشوف، ومع الحبيب بورقيبة، ومع محمد الخامس، ومع رونالد ريغان، ومع الزعماء غادروا الحياة الدنيا منذ أكثر من 4 عقود. اليوم يتم تعويضه برجل آخر، وهو عزوز ناصري. هذا من بين الذين عينهم تبون في ضمن الثلث الناجي، الثلث الذي يمثل الشعب دون انتخابات، بل يمثل النظام. الرجل يعني
أيضا من خيرة شباب الجزائر، لأنه في عمره فقط 80 عاما، وتعيينه جاء بتوصية من شنقريحة ومن ناصر الجن ومن مجاهد ومن تواتي ومن كنيزية ومن توفيق. لماذا؟ لأنه زميلهم ويده ملطخة بدماء الجزائريين، والرجل كان في ذروة المذابح والمجازر، رئيسا للمحكمة العليا بالجزائر من 95 إلى 2001. هذا الرجل الذي أصبح رئيسا لأمتهم هو الذي كان يفتح تحقيقات في المذابح والمجازر البالغة عددها أكثر من 700 مجزرة، وفي عهده وقعت أكبر المذابح. كان يفتح التحقيق ويتهم الإسلاميين باقترافها، مع العلم أن كل الشهادات التي صدرت عن الموضوع، كل والشهود من عين المكان، ليس يعني شهودا بعيدون، كانوا ضباطا أثناء المذابح، كلهم يتفقون على أن التيرس بقيادة توفيق هي التي ارتكبت كل المذابح، مذبحة بن طلحة، سركاجي، بني مسوس، غليزان. أثناء هذه المذابح الرجل كان يتستر على المجرمين الذين عاثوا في البلاد ذبحا، وبالتالي فأكيد ملفه موجود لدى المخابرات، وبالتالي سيكون مجرد الدمية أو قوجي الآخر. شكرا.